السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وبألف صحة وحال. قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، ويا ريت تدوسوا لي لايك وتشتركوا في القناة لو ما كنتوش لسه اشتركتوا عشان يوصل لكم كل فيديو جديد. فيديو النهاردة بأول مشروع من المشاريع بتاعة الفيديو اللي فات. لو انتوا تفتكروا، لو عدتوا الفيديو تاني معايا، اول مشروع كان مشروع الفراخ. تمام، بس ببساطه كده وبالراحه كده خالص ومن غير كلام كتير. مشروع الفراخ ده مشروع حلو جدا. مبدئيا لازم يكون عندك مكان تربي فيه. تمام، ايا كان المكان ايه. انا هبدأ لك بعدد بسيط خالص، هحسب لك حسبة 10 فراخ هتكلف عليك قد ايه، وهياكلوا ايه، وهيصرفوا قد ايه، ولما تيجي تبيعي هتبيعي ازاي وبقد ايه على حسب اسعار النهارده. تمام تمام. انا هبدأ معاكي. مثلا انت عندك مكان، او ممكن تربي مثلا في المطبخ، تجيبي بتاع بياتة، بطارية تربية فراخ، بس دي هتبقى غالية عليكي، فانا مش حابة ان انا اغلي عليكي الدنيا. كفاية اللي انت تدفعيه. ممكن تعملي المشروع الاول في اي مكان، في حتة في جنب كده في مطبخك، تاخدي زاوية كده وتبدأي واحدة 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 واحدة، تجيبي البطارية الكبيرة دي وتربي فيها. تمام. مبدئيا هنحسب مثلا على 10 فراخ. هقولك دراسة الجدوى بتاعة المشروع ايه. مثلا انت هتجيبي مثلا 10 كتاكيت. الكتكوت ب31 جنيه. 31 في 10 ب310. تمام. ال10 كتاكيت، كل 10 كتاكيت مهما كانت الكمية اللي انت جايباها ايه، بياكلوا شكارة عليقة. شكارة عليقة 50 كيلو. تمام. الكتكوت بياخد له من 3.5 ل4 كيلو عليقة لحد ما يكبر. بياكل له من 3.5 ل4 كيلو عشان يبقوا حلوين ويربوا معاكي لحمة، عشان لما تيجي تبيعي تلاقي اوزان حلوة. تمام. كل 10 كتاكيت لهم شكارة عليقة 50 كيلو. شكارة كاملة يعني نصين، نص ناعم ونص خشن. تمام. الشكارة كام؟ الشكارة عاملة 500 جنيه النص. فالشكارة كلها على بعضها لو هتجيبيها ب1000 جنيه. تمام. يبقى انت جبتي ب310 كتاكيت، وجبتي ب1000 جنيه عليقة، ادي كده 1310. وقولي هتجيبي مثلا ب40 جنيه املاح معدنيه علشان خاطر تستقبليهم بيهم. بتحطوهم لهم مع ميه كده زي الفوار كده، قبل الاكل وقبل الشرب، عشان ايه؟ ياخدوهم، لان هم بيبقوا عمر نوم يوم معلش يوم. تمام. دي البدايه. تعالي بقى اقولك النهايه هتكون ايه. دي البدايه، تاخديهم تدفيهم. الفراخ بتاعت الشتاء حلوه جدا، احنا داخلين على الشتاء. فراخ الشتاء حلوه جدا جدا وبتربي لحم وبتكبر، بس اهم حاجه لازم تكوني مدفياهم. تمام. تعالى اقولك على السريع كده هتحتاجي لهم ايه. هتحتاجي سقايه ميه، وهتحتاجي علافه، وهتحتاجي سلك بلمبه، سلك دوايه بلمبه. لو رحت لاي كهربائي قلت له انا عايزه دوايه للفراخ، هيعملها لك بلمبه. انا معرفش تكلفتها ممكن تكون قد ايه، بس على حسب سعر السلك وعلى حسب الدوايه ممكن تدخلها معاكي في 50 جنيه. تمام. على حسب انت هتجيبي كام متر سلك. تمام. السقايه ممكن تعمل لها 15 جنيه. العلافه ممكن تعمل لها 25 جنيه، 30 جنيه. تمام. لو عندك الحاجات دي يبقى خير وبركه. تمام تمام. خلينا نقول مثلا لو انت طبعا الحاجات دي بره الحسبان، انت بتجهزي مشروعك. تمام. دي تجهيزات المشروع. تمام. خلينا نيجي نقول بقى لما انت تيجي تطلعي. مثلا لو انت طلعتي، لو الفراخ جت معاكي 3 كيلو، لو الفرخ جه معاكي 3 كيلو، هنحسب 3 كيلو في 10 ب30. 30 كيلو. 30 كيلو في سعر اليومين دول 85 جنيه، ب2550 جنيه. تمام. ب2030 كيلو في 85 جنيه، سعر الكيلو 85 جنيه، اسعار اليومين دول. هتلمي كام؟ الفراخ كلها على بعضها ان شاء الله ما تخسريش منهم حاجه وما تفقديش منهم حاجه. يعني 2550 جنيه يعني معاكي 1200 جنيه مكسب.
تمام، لان احنا قلنا 1000 جنيه شكارة عليقة، 310 فراخ، 40 جنيه علاج. تمام، يعني 1350 جنيه ناقص 2550، انت معاكي 1200 جنيه مكسب. ده لو الفراخ وصلت معاكي ل3 كيلو، وان شاء الله هيوصلوا لو اكلتيهم شجرة العليقة كلها. تمام. طب خلينا نقول ان هي مثلا 2500، 2800، 2 وربع، في الحدود دي. خلينا ناخد المتوسط بتاعهم 2 ونص. 2 ونص في 10 ب25 كيلو. 25 كيلو في متوسط سعر اليوم الايام دي، يعني اللي انا بسجل فيها الفيديو، 85 جنيه بتساوي 2125 جنيه. ده لو الفراخ معاكي 2 كيلو ونص. تمام، في 85 كيلو هتلم معاكي 2125 جنيه. يعني لو جينا حسبناها 2125 ناقص 1350 ب775 جنيه مكسب. 775 جنيه مكسب لو الفراخ على 2 ونص. اكيد في فراخ ازيد، في فراخ اقل، فهنشيل بعض من ده لده. لو الفراخ 2 كيلو، ودي قليلة لما بتحصل، هتكون 2 كيلو في 10 فراخ ب20 كيلو. ال20 كيلو في 85 جنيه، الكيلو ب85 جنيه، ب1700 جنيه. 1700 جنيه ناقص 1350 جنيه، هيتفضل لك مكسبك 350 جنيه مكسب. تمام، 350 جنيه مكسب. وده في القليل خالص. لو الفراخ بقت كلها 2 كيلو، ده قليل. ممكن تلاقي 2 كيلو، 2 وربع، 2 ونص، 2 3 كده. تمام، انت وحظك وانت ورزقك. وعايزه اقول لك لو دفتيهم كويس، اهتميتي بيهم ونضفتي تحتهم كويس، واكلتيهم كويس، ويا هم زي البيبي، هم زي البيبي، تتعاملي معاهم زي البيبي بالظبط لحد ما يكبروا، وان شاء الله وربنا يوسع عليكي ويوسع رزقك يا رب. مشروع حلو جدا، محتاج بس تفكير شويه وحسبه بسيطه، وان شاء الله لو بدأتيه ربنا يكرمك ويرزقك على ألف خير يا رب. اشوفكم في فيديو جديد، في الفيديو اللي جاي بتاع المشروع التاني، انتظروني، واشوفكم على ألف خير. ما تنسيش تدوس لايك وتشتركي في القناه بعد اذن حضرتك.